للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أشكركم جميعا. اليوم هنا حفلة مباركة في عقد نبدأ بيت بيوت المسلمين إن شاء الله تعالى. نرجو الله أن يبارك فيهما إن شاء الله تعالى. كما تعلمون عادتنا إن شاء الله تعالى نبدأ من جانب الرجل إن شاء الله تعالى ويسعى البنت إن شاء الله تعالى وبعدين إن شاء الله نرجع. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء. أما بعد، فأنا أطلب باسم ابن أخي محمد بن عبد الله بن آدم آل شيخ إسحاق أن يتزوج راغبا بالتزواج بابنتكم الغالية عائشة بنت النديم بنت محمد. لذا نرجو منكم القبول لهذا الطلب وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرحب بكم جزاكم الله خير. جزاك الله خير. ونحن نوافق على هذا الزواج إن شاء الله. جزاك الله ألف خير. وإن شاء الله الحين بقدم الميكروفون للشيخ. ما شاء الله هذه من القبول الأول إن شاء الله. سيدي علينا هاي وغلبة تيرنا لما كانوا وجود بنا الآن نبدأ عقد والنكاح إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونشكركم. أخي دريت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني، دائما وأبدا نبدأ كل شيء في حياتنا بحمد الله سبحانه وتعالى. نحمده على أن جمعنا في هذه المناسبة العظيمة والمباركة والتي هي الزواج، والتي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والتي كما سمعنا من الشيخ قبل قليل ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، فجعل هذا الزواج سكنا للنفس والروح وبناء عليه تبنى الأسر وتبنى العلاقات.
فقال ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فبهذه المصاهرة والزواج تبنى الأسر وتتحد الأسر. فسبحان من خلق هذا الزوجين، سبحان من جعل بينهم المودة والرحمة، وسبحان من جعل في هذه المناسبة العظيمة، هذه العلاقة الطيبة، الزواج، أن تتحد الأسر وتتلف القلوب، فتقام البنية الأساسية للمجتمع. يعني هنا نحن في هذا البلد نعرف قيمة هذه النعمة التي أنعم الله علينا بسنة الزواج، وكيف أن بعض المجتمعات أصبحت يعني أشبه بالممزقة نتيجة انعدام هذا الرابط. فنحن نشعر بهذه النعمة ونحمد الله على أننا في هذا البلد وفي غربتنا مع ذلك ما زلنا نقيم شعائر ديننا ونعتني بهذه الشعائر العظيمة. وسبحان الله كيف جمع سبحان الله الناس في هذا البلد. فالذي يأتي من غرب أفريقيا من تونس، واللي يأتي من الصومال، واللي يأتي من اليمن ومن غيرها، فتبني بهذه العلاقة المصاهرة. وقال ربنا: وجعل منكم، وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا. فمنه النسب ينتسب الإنسان لأبيه، ومنه هذه المصاهرة تدمج بين الأسر فيصبحوا أسرة واحدة بهذه المصاهرة فينصهروا في بعضهم. فنحمد الله على هذه النعمة ونبارك لإخواننا ونبدأ الآن المراسم. أخونا ناظم حض يدي بيد. محمد. محمد زوجتك ابنتي عائشة على سنة الله ورسوله على سنة الله ورسوله والمهر متفق بيننا. والمهر متفق بينهم. أخونا أحمد قبلت تزويجك ابنتك عائشة على سنة الله ورسوله والمهر متفق بيننا. بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. خير ومبارك للجميع إن شاء الله. جزاكم الله خير. ها ما شاء الله. نهني بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الله سبحانه وتعالى بارك يجعل جامعين محمد وعائشة. الله يسكن بركة يوم. ونهني أبو نادم ونهني أبو عبد الله ونهني جميعا إن شاء الله تعالى. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الله يبارك الله يبارك يارين من الوقت بالنسبة للشوري الكلمات عن كلاسيكا مع بعض إن شاء الله تعالى. كلمة مسؤولة بجلسنا. الكلمة الأولى نعطي إن شاء الله شيخنا الشيخ الفاضل المختار وصل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع الذي نبني فيه بيتا مسلما إن شاء الله. لله الحمد على هذه الموافقة. والثاني أشكر العروسين وأهل العروسين على تهيئة هذه الحفلة المباركة الجميلة. وثالثا أشكر للحضور جميع الحضور إن شاء الله في جنسياتهم إن شاء الله تعالى. ورابعا أقول إذا في شوية اختلاف في العادات يعني، بس عادة واحدة تجمعنا وهي عادات دين الإسلام هو الذي يجمعنا، وإحنا كلنا واحد إن شاء الله. لكن هناك شوية اختلاف في العادات، وإن شاء الله إحنا تقاربنا بينهم والحمد لله متفق عليه إن شاء الله. هناك مثل صومالي عندنا كعادة، في مثل يقولون يعني أشجع الناس من أتاك يطلب منك كلمتك التي ربيتها وترعرعت ببيتك وربيتها وطلب منك، فهذا هو أشجع الناس. ومن أكرم الناس من سلمك بيدها وطلب منك يعني أن تكرمها وتحفظها وتربيها إن شاء الله تعالى وهي أم كما رباها وهي بنتا. فالحمد لله رب العالمين. وفي مثل ثاني صومالي يقول: من طلب منك بنتك مدحك ب12 جد
لانه هو يعني بحثك وعرفك واختارك، هو مدحك 12 سنه. الحمد لله رب العالمين. ومن اعطاك بنته وهو كمان اكرمك. هذا مثل صومالي يعني بما معناه. بمعناه يعني والحمد لله رب العالمين. واخيرا اشكر ناظم واهله علشان هم سلمونا بنتهم الكريمه التي رباها وترعرعت ببيتها. ان شاء الله نقول له يعني شكرا جزيلا لك وبارك الله لك. واخر الكلام اقول دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وكان عليكما بخير. فاليوم اقول يعني ممكن اقول يعني ما اقول يعني تونسي والصومالي وما اقول يعني احنا كلنا جامعه العرب ان شاء الله تعالى. فهناك يعني اشوف المصريين واشوف التونسيين والجزائريين والصوماليين وان شاء الله تعالى ممكن ناس كثر موجود. فان شاء الله تعالى احنا جامعه العرب. وهناك كما قال الشيخ اقول للولد يعني اذا كان لك اولا كان لك يعني اب فلك الحين ابوان وامان واهلان، فلا بد تكرمهما جميعا. كنت تتعامل مع ابيك كاب وتتعامل مع ناظم كابيك الثاني وام البنت كامك الثانيه. وان شاء الله تعالى اوصي للطرفين للوالدين ان يكونا معا جنب العروسين حتى يترعرعا ويكمل ان شاء الله تكمل حياتهم ان شاء الله. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقهم باولاد بنات وبنين ان شاء الله تعالى يخدمون لدين الله ويحفظون كتاب الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. ان شاء الله بارك الله لك. ان شاء الله مختار بما فيه هيك من عليها كل نسكتها من تيني او صومالي بويان يجي لك ان تصلح طريق لما انت تذكر كان يا رب السنه فبدأ تسميني ادنا فيه هيك. نعطي كلمه الاخير ان شاء الله تعالى يكون فاضل الشيخ محمد علي ان شاء الله. نعمل دعاء. الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الشيخ مختار ما شاء الله جاب كل شيء. نحن نقول إن شاء الله لكل شاب ولكل رجل وكل أسرة إن شاء الله يكون بيوتنا تكون فيها حلقات للتعليم يوميا كما هناك حلقات أو جلسات للطعام والشراب، ويكون محافظة على الصلوات في وقتها من الرجال والنساء والأطفال. كذلك يعني يكون عندنا ارتباط مع العلماء، هذا مهم جدا يا أخواني الكرام. كل شاب يريد يتزوج، كل اب يريد يزوج بنته فياخذ الذي هو عنده الدين وعنده الاخلاق. فاحياء اعمال النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى يكثر خيره ويقل شره. ومثل البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى كمثل الحي، والبيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى كمثل البيت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يعمر بيوت المسلمين بالاثار والموده والرحمه، ويبارك للعروسين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، ويوفقهم ويرزقهم الاولاد والبنين يا ذا الجلال والاكرام. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعيد تفرقا معصوما. بارك يا رب ويسر يا ربنا لكل من يريد الزواج، واكرمه بالنفقات واكرمه بالزوجات الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخ محمد علي، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. واخيرا نهني العروس محمد وعائشه، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. وايضا نهني اخونا فاضل ناظم واخونا فاضل عبد الله وعائلتنا كلهم ان شاء الله فرح وسرور، وبارك الله لكما وجزاكم الله